آية الليلة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ها ها لا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في شرط هنا وفي جواب الشرط. من أداة شرط عمل صالحا، العمل الصالح الموافق للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما اجتمعت الأمة عليه بالقبول وتواترت عليه الأحداث والمواقف النبوية بالصحة. مش أي عمل صالح يبقى صالح، مش أي حاجة تبقى عمل صالح، لا، الموافقة للكتاب والسنة. ممكن واحد بعد صلاة العشاء يوم ساجد، كل بعد صلاة، بعد أي صلاة مش شرط العشاء، تسجد ليه يا عم الحاج؟ بسجد سجدة شكر، تمام؟ بعد كل صلاة بيسجد سجدة شكر. لو هنقول مثلا يعني ربنا من عليه بأي حاجة وبيسجد سجدة شكر مثلا بعد انتهاء الصلاة شكرا لله على هذه النعمة، مرة ماشي تعدي، لكن كل مرة ويواظب عليها ويحتسب أن ذلك موافق للعمل الصالح، لا، هنا دخل في سكة تانية. ايه هي سكة سكة البدعة. والبدعة خلي بالك خطر عظيم. في فرق بين المعصية وبين البدعة. أن تأتي بالمعصية أهون من أن تأتي بالبدعة، لأن المعصية هتتوب هتتمسح، أما البدعة عاملة زي عارف اللي معاه فيسبوك وبنزل البوست ده اللي بيشيره، سواء بقى بالخير أو بالشر، بيشيره الإشارة أو المنشن زي ما بيقولوا. المنشن ده تمام، ده يعتبر زي، يعني عايز أوضحها لك، زي حسنة أو سيئة جارية، زي حسنة أو سيئة جارية. كذلك البدعة هكذا، البدعة هكذا. اللي بيعمل البدعة بيكون ناقل لهذه البدعة لأجيال وأجيال وأجيال. لو أنت نقلت البدعة دي لواحد والواحد ده نقل للتاني والتالت، كل ده في ميزان سيئاتك عياذا بالله. فنخلي بالنا من الأمور البدعية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عشان بقى النساء اللي هي لا، هنا كل سواء. كانت دعوة الجاهلية أنهم كانوا يهمشون المرأة وكانوا يبطشون بالمرأة ويهجرونها ويظلمونها. في ديننا الاثنان سواء، التكليف سواء للذكر أو للأنثى، بخلاف بعض الأمور اللي هي الأنثوية المعروفة اللي هي فيها ضوابط وما ينفعش المرأة تتخطاها، تمام؟ المرأة عليها التكليف مثل ما الرجل عليه التكليف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لازم يعني تحط 100 خط تحت وهو مؤمن دي. ليه بقى؟ حد يعرف ليه؟ والله أنا أعرف واحد نصراني ما شفتش حد خير زيه، اللي رايح واللي جاي خد خد خد. تستعجب يعني العمل ده هيقبل؟ الآية دي بترد عليه. لازم أهم حاجة يكون وهو مؤمن. والإيمان شرط عشان تبقى مؤمن أن تؤمن بهذا الدين، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل جميعا من أول رسول لآخر رسول اللي هو مين؟ صلى عليه. هو ما عندوش الحتة الأخيرة دي، ماشي يؤمن بعيسى، يؤمن موسى، سليمان، كل الأنبياء يؤمن بهم، لكن يجي هنا يقول لك لا، يبقى ليس بمؤمن. من عمل صالحا فلا تفتن. العمل الصالح اللي هو بيعمله ده هيصبح هباء منثورا إن لم يؤمن بالله عز وجل
ويتوب وينوب إلى علام الغيوب ويوحده سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللام هنا التي تفيد التوكيد، وهنا جواب الشرط. هنا بقى جواب الشرط، فلنحيينه. مين اللي هيحييه؟ الله سبحانه وتعالى. حياة طيبة، ده ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد، وكأن والله لنحيينه حياة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول الكلام ده، مش هنصدقه؟ ربنا اللي خلق الخلق هو اللي بيقول الكلام ده، هو اللي بيقول الكلام ده، نصدقه ولا ما نصدقوش؟ بس نعمل صالح ونؤمن. الاتنين دول لو عملتهم هتلاقي الهناء كل الهناء اللي جاي بقى. فلنحيينه حياة طيبة. هو في ناس ميتة؟ في ناس والله أعرف ما شاء الله من الأموال ما يعرفش ينام إلا بمهدئ، ولا يعرف يأكل إلا لما ياخد البراشيم والمسكنات والحاجات دي. سبحان الله، ويقول لك ممنوع من اللحمة، ممنوع من مش عارف ايه وايه. وسبحان الله تلاقي على النظير التاني اللي هو الراجل التعبان المسكين الغلبان اللي بيصلي الصلوات الخمس في جماعة وربنا مبارك له في رزقه القليل، تلاقي ياكل البصل الأخضر وتلاقي ياكل الفول والرز وبيحس بطعم الأكل تحفة ويبقى شبعان ويبقى أول واحد في المسجد وراضي وفرحان وتلاقيه فكاهي ودمه خفيف إزاي؟ هي دي بقى اللي هتيجي. فلنحيينه حياة طيبة. إيه الحياة الطيبة؟ قيل يرزقه الله سبحانه وتعالى بالقناعة. القناعة كنز لا يفنى. والله لو بص معاه ملايين مملينة ومش مقتنع مش هيشبع. بركة، قناعة، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى طعاما كفافا يتلذذ بهذا الطعام. وقيل في الحياة الطيبة الرزق الحلال، مش زي البعيد. أهم حاجة جيبه عمران، حرام أتى أم من حلال لا يبالي، لا هتسأل على هذا المال. يبقى قيل أنها القناعة، قيل أنها الرزق الحلال. فلنحيينه حياة طيبة. قيل ليوفقنه الله سبحانه وتعالى لدخول جنة الدنيا اللي هي طاعة الله عز وجل، زي ما قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية: إن للمؤمن جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الدنيا اللي هي طاعة الله عز وجل. تمام؟ اللي هي بقى بين قوسين إن ربنا سبحانه وتعالى يخليه يتلذذ. اللي احنا بنأكد والله أنا أقول لك حاجات كواليس كده، عايز حاجة جديدة. أنا بحاول إن أنا أدور على الجديد، يعني مش اللي أنا آتي بدين جديد، لا، اللي أنا أحاول إن أنا أجيب حاجة جديدة على الناس. الناس بقى كل شوية عارفين إن أول خطبة الصيام وكتب الله الصيام وحكم الصيام ومن لم يستطع بالصيام والكلام ده كل الناس حافظاه. بس أنا عايز بقى حاجة جديدة. طب أعمل إيه؟ الناس كل سنة بتصوم وفرحانة وبتتسحر وبتصلي قيام وكلام. لا، أنا عايز إيه الجديد؟ الجديد بقى إن إحنا نتلذذ، تستمتع. هي دي الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة. أن يرزقك الله سبحانه وتعالى لذة الصيام، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى لذة قراءة القرآن، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى لذة القيام بين يديه سبحانه وتعالى بخشوع وطمأنينة. غيرك مش عارف، غيرك بيزهق أول ما يلاقي الضيف ده يقعد لي بالنص ساعة لا يا عم، في مسجد هنا خلص، مش فاضيين، بيتخنق، مش طايق، مش مستحمل. ربنا صبرك ولا ما صبركش؟ أعانك ولا ما أعانكش؟ اللي بيخليك اللي انت تصبر، اللي انت بتحتسب، تمام، وبتتلذذ مستمتع. فلنحيينه يا رب، أحينا حياة طيبة يا رب بعملنا الصالح القليل، جازينا به بفضلك يا رب العالمين هذا الرزق الوفير الطيب في الدنيا وفي الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بالجنان
التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هتقعد توصف مهما توصف لن تصف جمالها، لن تستطيع أن توفي جمالها وبهاءها وزهاءها. حاجة تانية خالص. ده انت لما بتسافر الدول المتقدمة وتشوف الحاجات الحديثة وتشوف التكنولوجيا والوسائل المتقدمة والكلام ده بتتهبل. ده صنع مين؟ صنع امال بقى صنع رب البشر سبحانه وتعالى. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ربنا يجعلنا منهم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الجنة بقى اللي هي بقى تشوف اللي انت كنت محروم منه، اللي بيخطر على بالك والذي لا يخطر على بالك. ولنجزينهم أجرهم. هو اللي بيصبرنا على قرف الدنيا وتعب الدنيا، نضحك ساعة ونعيط ساعة وعمالين نتخبط يمين وشمال وناخد على قفانا من هنا ومن هنا، وكل ده اللي بيصبرنا ايه؟ هي ده هدفنا. هدفنا ايه؟ الجنة، جنة الرحمن سقفها عرش الرحمن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى هيجمعنا مع النبي والصديقين والأنبياء والصالحين والشهداء وكل أولئك، حسن أولئك رفيقا. كل دول هنقعد معاهم إن شاء الله. ده ظننا في الله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم، نكون صحبة كده إن شاء الله، تاخدوني كده بإيديكم للجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. بإيه؟ بإيه؟ ها؟ لا، حاجة أنا عايز أقولها. ها؟ بالحب في الله، عشان أنا بحبكم في الله. ربنا يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.